السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة ونصايح الجولة الخامسة من فانتزي الدوري الإنجليزي. خلاص التوقف الدولي انتهى، وأنا حبيت إن أنا أصور الحلقة دي بعد انتهاء التوقف الدولي عشان لو في إصابات ولا حاجة نتكلم فيها. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الوايلد كارد. في ناس كتير طبعا بعد التوقف الدولي ناوية إن هي تفعل الوايلد كارد في الجولة الخامسة، ففي الحلقة دي هنعمل وايلد كارد ينفعك في 3-4 جولات قدام. فأنت لو ناوي تفعل الوايلد كارد في الجولة الخامسة فأنصحك إن أنت تكمل الحلقة دي للآخر، أعتقد إن أنت هتستفيد. وبرضه لو مش ناوي تفعل وايلد كارد ولسه مثلا معاك تغييرين من الجوله الرابعه وهتعمل تغيير ثالث بسالب 4، فده يعتبر وايلد كارد مصغر، فبرضه اعتقد ان انت هتستفيد من الحلقه دي. ولو مش هتعمل الاثنين وعندك تغيير واحد بس فممكن برضه الحلقه تفيدك في ان انت تعمل التغيير بتاعك. وزي ما احنا متعودين على طول ان خير الكلام ما قل ودل، يلا بينا ندخل على طول على افضل تشكيله وايلد كارد ممكنه هتنفعك خلال الجولات اللي جايه. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديده اول باول. ويلا بينا ندخل على طول على مركز حراسه المرمى. بالنسبه لمركز حراسه المرمى فاحنا عندنا خطتين بثلاث خيارات، يعني احنا مش هنخرج بره ثلاث خيارات بخطتين. الخطه الاولى ان انت تجيب نيك بوب حارس مرمى نادي نيوكاسل ب5.5 مليون، عنده برينتفورد ثم شيفيلد يونايتد ثم بيرلي. اعتقد 3 ماتشات ممكن يحقق فيهم 2 كلين شيت، وماتشات نادي نيوكاسل الصعبه يعتبر عدها خلاص. احنا دلوقتي داخلين على ماتشات سهله نسبيا بالنسبه لنادي نيوكاسل. فالخطه الاولى يا صديقي ان انت تجيب نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل وتعتمد عليه بشكل اساسي بدون روتيشن، وتجيب اي حارس تاني رخيص ب4.1 مليون معاه ويبقى اعتمادك الاساسي على نيك بوب. الخطه الثانيه ان انت ممكن تجيب لينو 4.6 مليون واريولا ب4.1 مليون وتبدل ما بينهم، جدولهم كويس ممكن يحصل بينهم روتيشن لحد الجوله الثامنه. يعني لينو عنده في الجوله الخامسه لوتون وعنده في الجوله السادسه كريستال بالاس، ممكن تلعب بيه في الجوله الخامسه والجوله السادسه، بعد كده تقلب على اريولا اللي عنده شيفيلد في الجوله السابعه، وبعد كده ترجع للينو تاني اللي عنده برضه شيفيلد يونايتد في الجوله الثامنه. وممكن تجمع ما بين الخطتين، بمعنى ان انت ممكن تجيب نيك بوب ب5.5 مليون وتجيب معاه اريولا ب5.1 مليون. ماتشاته برضو كويسه لو نيك بوب مثلا اتصاب لا قدر الله او حاجه، بدل ما تخسر تغيير في مركز حراسه المرمى. لو بتعمل وايلد كارد وعندك اونانا بيع طبعا، لان دفاع مانشستر يونايتد مش مبشر، دفاع مستباح تماما. فلو انت بتعمل وايلد كارد وعندك اونانا بيع اونانا. لو ما عندكش وايلد كارد وبتعمل تغييرات فلا بلاش تغيير في مركز حراسه المرمى. كده كده الحراس كلهم معظمهم زي بعضهم، كلين شيت كده كده بيروح، فانا شايف ان انت توفر التغيير بلاش تعمله في مركز حراسه المرمى. انما لو بتعمل وايلد كارد فانا شايف ان دول افضل خيارات، ما تخرجش بره الثلاثه دول. وطبعا لو عندك اونانا بيعه. وندخل بقى على خط الدفاع، واول خيار في خط الدفاع هو فابيان شار من نادي نيوكاسل ب5 مليون. عنده 3 ماتشات جايين سهلين، اعتقد ان هو ممكن يحقق 2 كلين شيت فيهم، وممكن والله يطلع بواحده بدماغه كده في ماتش من الماتشات الثلاثه دول يجيب جون، ده احساسي. وجدول ماتشات نادي نيوكاسل السهل يخليني افكر اجيب مدافع من نادي نيوكاسل. فانت مثلا لو هتجيب في مركز حراسه المرمى لينو واريولا مع بعض، فبالنسبه لك خيار فابيان شار في خط الدفاع. يعني انت لو مش هتجيب بوب ممكن تجيب فابيان شار في خط الدفاع، وممكن تجيب الاثنين. ممكن يكون عندك نيك بوب في مركز حراسه المرمى، ممكن يكون عندك فابيان شار في خط الدفاع. ليه لا؟ بقول لك 3 ماتشات كويسين جدا، انا اعتقد ان هم ممكن يعملوا 2 كلين شيت من ال3 ماتشات دول. زائد ان كمان الخيارات الهجوميه في نادي نيوكاسل محيره جدا، في روتيشن ايزاك ويلسون القصص دي. فبالنسبه لي مركز حراسه المرمى مضمون، مركز خط الدفاع نسبيا مضمون، فده بالنسبه لي اول خيار في مركز خط الدفاع فابيان شار من نادي نيوكاسل. طبعا تريبيه موجود بس سعره 6.5 مليون، في فرق 1.5 مليون ما بين شار وتريبيه، فلو الميزانيه عندك تسمح طبعا تريبيه افضل. ولكن انا بالنسبه لي في الخيارات بتاعه الوايلد كارد بتاعي فهو فابيان شار. تاني خيار معايا في مركز خط الدفاع هو بين تشيلويل، ما اقدرش اتغافل عنه يا جماعه. جدول ممتاز، نسبه ملكيه 33%، بمعنى ان انت لو مش معاك تشيلويل وعمل حاجه هتتعور. عنده بورنموث ثم استون فيلا ثم فولهام، فده بالنسبه لي خيار ما ينفعش يكون مش موجود في الوايلد كارد بتاعي. تالت خيار معايا في خط الدفاع هو استوبينيان ب5.3 مليون، وما زلت شايف ان هو خطير. الجدول مش احسن حاجه، ولكن انا لما بختار استوبينيان انا ما بفكرش في الكلين شيت، انا بفكر في مساهماته الهجوميه. خطير جدا يا جماعه استوبينيان، قلت كده في اول حلقه وفي تاني حلقه وفي تالت حلقه وفي رابع حلقه بقول لكم ان استوبينيان لعيب خطير جدا، لازم يكون موجود في تشكيلتك حتى لو كان جدوله مش احسن حاجه. يونايتد، بورنموث، استون فيلا، اعتقد ان هي ماتشات صعبه ان هو يحقق فيها الكلين شيت، خصوصا ان نادي برايتون نادي هجومي جدا، فموضوع الكلين شيت ده عندهم مش مضمون. ولكن مساهماته الهجوميه تخليني احط استوبينيان في التشكيله
بتاعتي. رابع خيار معايا في الدفاع هو اندرسن من نادي كريستال بالاس ب 4.6 مليون. وليه انا مختار اندرسن؟ لان عندهم جدول معقول، عندهم استون فيلا ثم فولهام ثم مانشستر ثم نوتنجهام فورست. كريستال بالاس يا جماعه فريق رخم جدا على ملعبه، والماتشين السهلين من الاربع ماتشات اللي انا قلتهم دول هيبقوا على ملعب كريستال بالاس، ماتش فولهام وماتش نوتنجهام فورست، فده اللي مخليني مختار اندرسن في تشكيله الوايلد كارد بتاعي. الخيار الخامس والاخير في خط الدفاع هو ريكو هنري من برينتفورد، سعره 4.6 مليون. وانا مختار ريكو هنري في التشكيله بتاعتي لاسباب كتير. اول سبب ان سعره رخيص 4.6 مليون، تاني سبب انه بيتقدم كتير ممكن يعمل مساهمات هجوميه، تالت سبب ان الجدول بتاعه كويس، يعني بعد ماتش نيوكاسل اللي جاي هيلعبوا ايفرتون وبعد كده نوتنجهام فورست وبعد كده هيلعبوا مانشستر يونايتد وبعد مانشستر يونايتد هيلعبوا بيرلي، فاعتقد ان ده جدول كويس. ايفرتون نوتنجهام بيرلي، في ماتش مانشستر عادي ممكن تقعده وتلعب حد تاني مكانه، ولكن بشكل عام ريكو هنري اعتقد انه هيكون مفيد ليك جدا في الفتره اللي جايه في التشكيل. ندخل بقى على المعمعه وخيارات خط الويست، واول خيار معايا في خط الويست هو برونو فرنانديز. وايوه برونو فرنانديز مش راشفورد. طب وليه انا بفضل برونو فرنانديز على راشفورد؟ اتكلمت في الحلقه اللي فاتت عن الموضوع ده بشكل مستفاض جدا، ممكن الحلقه تظهر لك هنا او هنا، وهسيب لك برده اللينك بتاعها في الديسكريبشن. متكلم ليه انا مفضل برونو فرنانديز عن راشفورد. برونو فرنانديز سعره 8.4 مليون، ارخص من راشفورد. وبالنسبه للنقط فراشفورد جايب 19 نقطه لحد دلوقتي وبرونو فرنانديز جايب 18 نقطه، فهم قريبين من بعض جدا. طب ليه انا اصلا مختار في الوايلد كارد بتاعي لاعب من مانشستر يونايتد، رغم ان مانشستر يونايتد ما كانش احسن حاجه في الجولات اللي فاتت؟ عشان جدول مانشستر يونايتد اللي جاي. مانشستر يونايتد عندهم 9 جولات جايين، مش هيلعبوا ولا فريق كبير، مش هيلعبوا بس غير مانشستر سيتي في ملعب الاولد ترافورد، انما 9 ماتشات او 8 بقى من ال9 ماتشات كلهم ماتشات في المتناول بالنسبه لمانشستر يونايتد، مش هيلعبوا ولا نادي كبير. فده بالنسبه لي لازم يخليني يبقى عندي حد من خط وسط مانشستر يونايتد، سواء برونو فرنانديز او راشفورد، وان ما كانش الاثنين كمان. تاني خيار معايا في الوايلد كارد هو طبعا ساكا ب 8.7 مليون، نسبه امتلاك 65%. ما اقدرش اقول غير كده، انا حاطه اصلا في الوايلد كارد بتاعي ده عشان نسبه امتلاكه 65%، كتير جدا. لو عمل اي حاجه برده وهو مش معاك هتتعور. الثلاث ماتشات اللي جايين بالنسبه لساكا مش احسن حاجه ومش اوحش حاجه، ايفرتون ثم توتنهام ثم بورنموث. 3 ماتشات، ماتش سهل، ماتش صعب، ماتش متوسط. ساكا زي ما قلت لك نسبه امتلاك 65%، هو اللي معاه ضربات الجزاء، فاعتقد ان ساكا لازم يكون موجود في التشكيله بتاعتك. ثالث خيار في الويست في الوايلد كارد بتاعي هو جيمس ماديسون ب 7.8 مليون. جيمس ماديسون الماتش اللي جاي ضد شيفيلد يونايتد في ملعب توتنهام ماتش مغري جدا، سواء بالنسبه لسون او بالنسبه لماديسون. وبالمناسبه يا جماعه في كلام ان سون اتصاب، لا سون سليم ان شاء الله هيلعب. لو في جديد طبعا هنتابع، بس الى الان لا، الكلام بيقول ان سون سليم وسون هيلعب لو ما جدش جديد. انا بصور الحلقه دي يوم الاربع. جدول توتنهام بعد ماتش شيفيلد اللي جاي ده مش احسن حاجه، بس انا شايف عشان كده برضو انا مفضل ماديسون عن سون. انا شايف ان ماديسون السنه دي من اول ماتش لحد اخر ماتش في الموسم هيقدم مستوى ثابت، سواء في ماتشات كبيره او في ماتشات صغيره. موضوع سون ان هو ينام شويه ويصحى شويه على هاتريك وبعد كده ينام عليه 3 4 ماتشات، الموضوع ده انا كاحمد انا مقروص منه في 3 4 سنين فاتوا. فانا شايف ان جيمس ماديسون خيار ثابت معايا، سواء في الماتشات الكبيره في الماتشات الصغيره. شايف ان جيمس ماديسون مستواه ثابت من اول ماتش في الموسم، واعتقد انه هيفضل مستواه ثابت لاخر ماتش في الموسم ده اذا ما اتصابش. رابع خيار معايا في مركز خط الوسط هو رحيم ستيرلينج ب 7.2 مليون. وانا عارف والله العظيم ان في ناس ما بتحبش رحيم ستيرلينج، بس انا ما اقدرش اتغاضى عن الخيار ده يا جماعه. 7.2 مليون، عنده ماتشات كويسه جدا. رحيم ستيرلينج عنده في الاربع جولات اللي جايين بورنموث ثم استون فيلا ثم فولهام ثم بيرلي، 4 ماتشات عسل، جدول ممتاز جدا. فانا ما اقدرش اتغاضى ان رحيم ستيرلينج ما يكونش موجود في التشكيله بتاعتي. وانا لو هعمل وايلد كارد فانا رحيم ستيرلينج بالنسبه لي هيبقى اول لاعب في التشكيله بتاعتي. اللاعب الخامس والاخير في تشكيله خط الوسط في الوايلد كارد بتاعي هو امبومو، لاعب ب 6.8 مليون، لاعب سعره كويس جدا. 6.8 مليون، بيلعب 90 دقيقه كل الماتشات. طبعا برز جدا في غياب توني، بقى هو اهم لاعب في نادي برينتفورد، هو اللي بيشوط ضربات الجزاء. فانا لما يكون عندي لاعب متالق ب 6.8 مليون، سعره مش غالي، بيشوط ضربات الجزاء، اكتر لاعب جايب نقط في الفانتازي لحد دلوقتي، ده انا ما اقدرش اتغافل عنه، لازم طبعا يكون موجود في تشكيله
بتاعتي. ندخل بقى على خط الهجوم، وده اللي انا مسميه خط الريسكات. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تحط هالاند وتريسك باتنين تانيين، والاتنين التانيين دول هما اللي هيفرقوا ما بينك وما بين زميلك في الترتيب، لان الموضوع في لعب كتير، الموضوع محير جدا، في خيارات كتير، في ناس معرضه ان هي تعمل عليها روتيشن. فموضوع الهجوم بالذات موضوع محير جدا، وكل واحد بقى ايه هيروح في اتجاه. فده اللي هيبقى فيه خلاف شويه. ممكن في خط الدفاع نتفق على لعيبه، في مركز حراسه المرمى نتفق على لعيبه، في خط الوسط نتفق على مثلا 3 لعيبه من ال5. انما في خط الهجوم الاثنين اللي جنب هالاند اعتقد ان هيبقى فيه نسب اختلاف كتير ما بين الناس اللي بتلعب. فبالنسبه لخط الهجوم فاحنا طبعا عندنا 3 خيارات. اول خيار طبعا ثابت معانا هو هالاند، ده لا يمس 14 مليون، فخلاص تقريبا 90% او 95% من الناس اللي بتلعب اللعبه هالاند موجود في التشكيله بتاعتها. فانا مش محتاج ان انا اقول لك انت ازاي محتاج ان هالاند يكون موجود في التشكيله بتاعتك، فده امر مفروغ منه. نيجي بقى للمركزين التانيين اللي جنب هالاند في مركز خط الهجوم. بيني وبينك عشان ما اكدبش عليك، انا وانا بحضر الحلقه دي احترت كتير. الموضوع فعلا محير، الموضوع فعلا محتاج ان انت تاخد ريسكات. وخليني اقول لك انا استقريت على ايه. الخيار الثاني اللي انا استقريت عليه في مركز خط الهجوم هو ادوارد من نادي كريستال بالاس ب5.5 مليون. ادوارد عنده ال3 ماتشات اللي جايين، ايفرتون ثم فولهام ثم مانشستر يونايتد. ماتشات مش احسن حاجه ومش اوحش حاجه. ادوارد نسبه ملكيته 2.5% لحد الوقت اللي انا بصور فيه الحلقه دي، فدي نسبه ملكيه قليله جدا، تستاهل ان انت تاخد الريسك على لاعب زي ادوارد من نادي كريستال بالاس. فده تاني خيار معايا في الهجوم بجانب ايرلينج هالاند. الخيار الثالث اللي انا اخترته في مركز خط الهجوم هو خيار ريسك برضه، هو اويني مهاجم نادي نوتنجهام فورست. اويني سعره في الفانتازي 6.6 مليون، سعره مش غالي، سجل 3 اهداف لحد دلوقتي وشفناه بيسجل على انديه كبيره، سدد 7 تسديدات على المرمى، نسبة ملكية قليلة جدا. عنده الماتش اللي جاي بيرلي، دفاع بيرلي سيء جدا، فاعتقد ان دي ممكن تبقى فرصة كبيرة لويني انه يعمل حاجة في الماتش ده. دول ال3 خيارات اللي في مركز خط الهجوم اللي انا اخترتهم في تشكيلة الوايلد كارد بتاعتي. وطبعا في لعيبة كتير في مركز خط الهجوم مغرية جدا، يعني مثلا لاعب زي الفاريز ما اقدرش اتغافل عنه، لاعب زي داروين نونيز ما اقدرش اتغافل عنه، متألق جدا الفترة دي، واعتقد انه خد ثقة يورجن كلوب، ولازم برضو يكون معاك كفر من ليفربول حتى لو مش هتجيب صلاح. فانا بالنسبه لي برضو وجود داروين نونيز في التشكيله او اي حد من خط هجوم نادي ليفربول مهم جدا ان لازم يكون معاك في التشكيله بتاعتك، لان ماتشات ليفربول اللي جايه كويسه. ولكن زي ما قلت لكم الخيارات اللي انا حطيتها في الوايلد كارد دي افضل خيارات بالنسبه لي. انا قلقت برضو ان انا احط داروين نونيز في التشكيله لان هو عنده ماتشات في امريكا الجنوبيه في التوقف الدولي، فممكن يجي متاخر، فممكن يبدا الماتش اللي جاي من على الدكه وما يبداش اساسي، لان دايما اللعيبه اللي بتيجي من امريكا الجنوبيه بتيجي بشكل متاخر. فانا ما رضيتش احط نفسي في الريسك ده، ولكن يظل خوليان الفاريز وداروين نونيز خيارات مهمه جدا لازم تكون في دماغك. وبس كده يا معلم، خلينا نلخص اللي احنا اخترناهم بسرعه في كل المراكز. زي ما قلنا في مركز حراسه المرمى هتجيب نيك بوب واي حارس تاني سعره رخيص، او هتشتري اريولا ولينو وتبدل ما بينهم. في مركز خط الوسط عندنا برونو فرنانديز، عندنا ساكا، عندنا رحيم ستيرلينج، عندنا جيمس ماديسون، وعندنا امبومو. في مركز خط الهجوم عندنا هالاند طبعا لا خلاف عليه، وعندنا ادوارد من كريستال بالاس، وعندنا ويني من نادي نوتنجهام فورست. وخلي عينك على داروين نونيز وخوليان الفاريز. وبس كده، ده كان كل اللي عندي في الحلقه دي. يا رب اكون فدتكم بحاجه، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديده اول باول. ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.